من يوم ما شفنا مسلسل عمر افندي واحنا هنموت كده ونرجع للاربعينات. طب ما نرجع كمان شويه كمان شويه حبه على رصيف بس كده 13 خالص. الانجليز قعدوا في مصر 80 سنه، لا عرفوا يندمجوا مع المصريين ولا المصريين يتكلموا انجليزي لبنان. في الاربعينيات كانت مصر فيها نشاط سياسي وعسكري كبير جدا، وده طبعا سببه الاحتلال البريطاني، وظهر وقتها الفدائيين، وده كان سبب الرئيسي تصاعد الغضب الشعبي ضد وجود الإنجليز في مصر، اللي كانوا دايما جايين على الغلابة وخصوصا الطبقة المتوسطة والفقيرة من الشعب. ومن هنا ظهرت الأغاني الكتير اللي كانت بتساعد وتدعم وجود الفدائيين في مصر، زي مثلا قوم يا دياستي مصر دايما بتناديلك، قصدي قوم يا مصري مصر دايما بتناديلك، قوم يا مصر الساعة 2:30. طول الوقت كان الإنجليز خايفين دايما من المصريين، وما كانش فيه احتكاك كبير ما بينهم، لأن الإنجليز وقتها كانوا معزولين في معسكرات عسكرية مقفولة عليهم ومحصنة على الآخر. كانوا دايما خايفين من الاحتكاك بالمصريين أو إنهم حتى يتمشوا عادي كده في الأماكن العامة، وخصوصا إن الأهالي وقتها كانوا مساندين جدا للفدائيين، فكتير منهم كانوا بيفتحوا حتى بيوتهم علشان يخبوا الفدائيين فيها، وخصوصا في القرى والأحياء الشعبية. كانوا بيدوهم مية وأكل. ده تصدق بقى إن بعض الحرفيين كانوا بيعملوا أدوات وأسلحة كده بدائية اللي كان بيستخدمها الفدائيين ضد الإنجليز في عملياتهم. كل ده كوم وجمع التبرعات من الشعب كوم تاني خالص. كانوا بيدعموا قوي الفدائيين، وكمان بيقولوا لهم على معلومات عن تحركات الإنجليز، ودي طبعا كانت معلومات مهمة جدا بالنسبة لهم، والشعب المصري ما يتوصاش بقى في التبليغ عن الجواسيس والمتعاونين مع الإنجليز. فكان الفدائيين ما بيقعوش في الفخ ده. وبالتوازي مع العمل الفدائي كانت في مظاهرات واحتجاجات من العمال والفلاحين ضد الاحتلال، وده خلق حالة من الضغط المستمر على الإنجليز. دي حاجة بقى كانت 17 خالص. وعلى الرغم من ان الفدائيين دول ما عرفوش يطردوا الإنجليز لوحدهم من مصر، إلا إنهم قدروا يلعبوا دور مهم جدا في ضياع هيبة الإنجليز مع المصريين وتعزيز الروح الوطنية، لحد في النهاية ما خلوهم يوقعوا اتفاقية الجلاء سنة 1954، وخرج آخر جندي إنجليزي من مصر. مسلسل عمر أفندي صح جوانا معاني جميلة وقيم ضاعت مع شاكوش وكزبرة وحنجر. سعيدة. سعيد. اقول لها انا كمان سعيده. ما تقول سعيدة يا دياستي. سعيده. سعيدة يا اختي، انا اول مرة اعرف ان دياستي بينقي حلو كده. انا بنقي حلو، انا كل يوم بنزل للسوق وبنقي حلو. ايه القرف اللي انا سامعه ده؟ ليه؟ يا اتفضلي 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 اتفضلي. زي ما اتفقنا. اتفقنا على ايه؟